السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نعمل وصفة سهلة وسريعة وحلوة. معايا كوباية ونص من السكر، عليهم كوباية ونص من المية، وهنزل عليهم بعصرة نص ليمونة، وهسيب الشربات يغلي من 7 أو 8 دقايق. احنا النهاردة هنعمله كيكة الرواني، وعايزين الشربات يكون خفيف مش تقيل زي ما انتوا هتشوفوا كده. كده بقى ندخل على المكونات بتاعت الكيكة. معايا كده عدد 2 بيضة، معايا الفانيليا، معايا كوباية الا ربع من السكر. هخلط السكر مع البيض مع الفانيليا حوالي دقيقة أو دقيقتين في الخلاط لحد ما الخليط يفتح كده. كده هانزل عليهم بنص كوباية من اللبن، نص كوباية من الزيت، كوباية كبيرة من الزبادي بتديها هشاشان وطراوة للكيكة تحفة يا جماعة، ونزلت كمان بمعلقة من الخل بس ما تصورتش. هخلطهم كويس مع بعض ونحضر بقى المواد الجافة. معايا كده كوباية من السميد، كوباية من الدقيق بس هنخلها كويس زي ما انتوا هتشوفوا كده، وهنزل برشة من الملح وباكو من البيكنج باودر. هخلطهم كلهم كده مع بعض زي ما انتوا هتشوفوا. بسيطة وسهلة وتحفة يا جماعة، هتعجبكم جدا. هاخلط كل المكونات دي، وبعد كده هانزل عليهم بقى بالمكونات السايلة زي ما انتم شايفين، وهاخلطهم كويس، وهاحضر بقى الصينية بتاعتي. طبعا الفرن شغال على درجة 180، هي اخدت معايا حوالي 35 دقيقة. طبعا على حسب الفرن بتاعك، هي طبعا اخر دقيقة تولعي عليها الشواية. بصوا كده سهلة وبسيطة، بتاكلي بقى يعني كيكة، بتاكلي هريسة، مش هتعرفي انت بتاكلي ايه بالظبط من حلاوتها. زي ما انتم شايفين كده، هدخلها الفرن، وبعد كده اول ما تطلع هنزل عليها على طول بالشربات. كمية الشربات مناسبة جدا للصينية دي زي ما انتم شايفين كده، هي مش كتير يا جماعة. طبعا هي الكيكة تبقى سخنة والشربات يبقى دافي كده. يا دوبك هنزل بالكمية كلها، وبعد كده هرش عليها من فوق جوز الهند زي ما انتم شايفين كده. هي المفروض تتقطع باردة شوية، بس انا هقطعها لكم عشان اوريكم الجمال والطراوة اللي جوه الكيكة، عشان بس التصوير زي ما انتم شايفين. بس انتوا سيبوها تبرد شوية. بصوا، دايبه دوب يا جماعه، دايبه. ما انا قلت لكم بتعرفوش تاكلوا كيكه بتاكلوا هريسه. طعمها حلوه جدا وبسيطه وسهله، وحاجه كده يعني ايه، روقان. بجد طعمها تحفه، وما تجربوها ادعوا لي، يا رب الوصفه تعجبكم.